صلوا على النبي حبايب قلبي واستغفروا ربنا، وما تنسوش تدعوا لاخواننا المستضعفين المسلمين في كل بقاع الارض، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، اللهم امين. حبايب قلبي، عملناها تاني وشوينا اللحمة بتاعتنا في الجهاز القمر بتاعنا ده. طبعا اللي مش عنده الوش بتاع الجريل زي كده، انا الجهاز بتاعي لما جبته ما لقيتش معاه الوش بتاع الجريل، لقيت معاه الوافل والدوناتس والجوزية واللي هو السمبوسة كده يعني، لكن ما لقيتش خالص الجريل. بس انا بحب اعمل حاجات كتير في الجهاز ده، فقلت البديل بتاع الوش بتاع الجريل، الوش اللي هو الجريل المسطح ده هيبقى ان شاء الله الوش بتاع الوافل. طبعا اللي عنده حتة لحمة كده ستيك تكون بتستوي بسرعة جدا وعاوز يشوي حتة لحمة كده في السريع، او ما عندوش مثلا غاز ومحتاج يجهز حتة لحمة، ممكن يعملها كده. اللحمة بتاعتي متبلة بتتبيلة رائعة سهلة جدا جدا، كانت عبارة عن بصل مفروم وفلفل وفص ثوم كده والبهارات بتاعتي ومعلقة زيت ومعلقة وطماطم، حوالي طماطماية كده او 2 مضروبين كلهم في الخلاط او في الكبة، وبعد كده خدتهم كلهم نزلتهم على اللحمة بتاعتي اتبلت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيتها في التلاجة ليلة، وبعد كده بطلعها امسح يدوبك السطح بتاع الجهاز كده بالفرشة بمسحة زيت، وبعد كده حبايبي بنزل قطع اللحمة وافردها، ما بتاخدش حاجة، التسوية بتاعتها بالظبط بالكتير 10 دقايق بتكون جاهزة او ربع ساعة. ما شاء الله اللهم بارك، سهلة جدا جدا وفكرة بسيطة خالص. فلو حابين اللي انتوا تجربوها تبلوا اللحمة بتاعتكم وسيبوها كده ليلة في التلاجة، هتبقى خلاص بقى يعني دايبة خالص، مش هتغيب في التسوية. بعد كده هتاخدوها تسووها سواء على جريل، على جهاز شكل دوت، او مثلا عايزين تدخلوها في طاجن او صينية كده في الفرن وتغطوه بفويل، اي حاجة زي ما انتوا حابين. بس انا كنت شغاله الجهاز جنبي وقلت بسرعه كده اشوي عليه الحتتين اللحمه دول، وتبقى يعني في نفس الوقت شغاله بعمل حاجه تانية، حاجه كده ما شاء الله روعه 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 بجد. جربوها، لو عندكم الوش بتاع الجريل يبقى 100 100، لو مش موجود الوش بتاع الجريل ده البديل بتاعه، جربوه وان شاء الله الخطوة دي والطريقة دي تعجبكم. وبصراحة يعني نكهة الشوي جامدة جدا، يعني احلى مما بيدخل الفرن كمان. وبعد كده باخدها بطفيها بفحمية، بجيب كده طبق احط فيه قطع اللحمة اللي استوت بتاعتي، وبطفي فحمية كده بكون مولعة عليها، وبعد كده بطفيها بسقطة زيت واسيبها تاخد الريحة بتاعة الفحم كأنها مشوية على الفحم، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على النبي وشوفوا بقى الطريقة دي، ولو لقيتوها يعني تنفع تعملوها يعني جربوها وقولوا لي رأيكم. ما شاء الله جميلة وسهلة جدا جدا، انا حبيت اقول لكم على الفكرة بتاعتي. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. مع السلامة.